نهاية الستينيات بأمريكا ظهر رجل اسمه تشارلز مانسون، شخص غريب عنده كاريزما عجيبة، لكن وراها الوجه الهادي كان في عقل مريض ومجرم. تشارلز كون جماعة صغيرة سماها الناس بعدين عائلة مانسون. كانوا عبارة عن مجموعة شباب وبنات يعبدون ويتبعون أوامره كأنه إله. كان يسيطر على عقولهم تماما، يخليهم يتركون أهلهم ويعيشون معاه في مزرعة معزولة. الصدمة، تشارلز ما كان يقتل بنفسه، كان يأمر أتباعه بالقتل وهم ينفذون بدون تردد. في عام 1996 أمرهم يروحون يقتلون ناس أبرياء تماما، وكان من ضمن الضحايا الممثلة المشهورة شارون تيت زوجة المخرج رومان بولانسكي، وكانت حامل. دخلوا بيتها وذبحوها هي و4 أشخاص معها بطريقة بشعة، كتبوا بدم ضحاياها على الجدران، وكل هذا هم تحت تأثير عقل تشارلز. كان يبي يخلق فوضى حرب عنصرية سماها هيلتر سكلتر، متأثر بأغنية لفرقة البيتلز، وكان مؤمن إنها النبوة بتبدأ من الجرائم يلي سويها. وفي النهاية تم القبض على العائلة واعترفوا بكل شيء. تشارلز مانسون انسجن سنة 1971 وحكموا عليه بالسجن المؤبد، وتوفى في 2017.